انت هنا عشان يتحكي لك حكاية لاعب الضربة الحرة المباشرة عنده افضل مليون مرة من ضربة جزاء، اشد خطورة من انفراد بحارس المرمى. اللاعب ده ولا ميسي ولا كريستيانو ولا حتى ديفيد بيكهام ولا روبرتو كارلوس ولا حتى بيرلو. اللاعب هو البرازيلي جونينيو برنامبو كانو. البرازيلي جونينيو لعبته ما كانتش مهارة وخلاص، لعبته كانت علم رعب بيه حراس كتير. في فاسكو دا جاما ظهرت حقيقة ذلك الرجل. الكرة عندهم يا جماعة ما كانتش مستقرة، كانت بتطلع شوية وبتغيب، ما كانش فيه استقرار، لحد ما أوروبا في 2001 خدت بالها من ذلك الرجل وتم التعاقد معاه في ليون الفرنسي. مع ليون بقى البرازيلي ما لعبش كوره وخلاص، ده سيطر على كل حاجه. 7 بطولات دوري فرنسي ورا بعض. الضربه الحره كانت مثابه ضربه جزاء، الحيطه واقفه، الحارس جاهز، ما يفرقش معاه في حاجه. السر هنا بقى ان جونينيو ما كانش بيلف الكوره، ده كان بيخدعها ضربه كده بدون دوران، الكوره تطلع في اتجاه وفي اخر لحظه تروح مغيره اتجاهها التاني، الحارس يروح في حته هي تروح في حته تانيه خالص. الموضوع كان حكايه. أكتر من 75 هدف من ضربة حرة مباشرة، رقم مجنون، رقم محدش قرب له لحد دلوقتي. بس الأهم من الأرقام إن الراجل ده كان عنده هيبة غير طبيعية في الملعب يا جماعة. مجرد ما يحط الكرة على ضربة الجزاء اللعيبة تسكت، الجمهور يحبس نفسه، حارس المرمى اللي قدامه يبلع ريقه، كل ده عشان جونينيو واقف على الكورة في ضربة حرة مباشرة. جونينيو ما كانش مجرد لاعب، جونينيو كان لحظة، كان سؤال صعب جدا في كرة القدم، ازاي لاعب زي ده مخلي للضربة الحرة المباشرة كابوس للاعب اللي قدامه.